اول مره راهي توجع ياسر وينجم حتى يهبط عليك دم ويعمل لك نزيف. هذا شنو برشا بنات يسمعوا ويصدقوا على اول علاقه جنسيه في حياتهم، الشيء اللي يخليهم عندهم تخوف كبير من اول علاقه وحتى ينجم يتسبب لهم في فاجينيزم في بعض الحالات. هذاك علاش باش نجاوبوا اليوم على السؤال اللي يدور في مخ برشا بنات وما يعرفوش شنو يصدقوا، كان اول علاقه في حياه المراه فيها برشا وجاعه والا بالعكس تنجم تكون خاليه من اي وجاعه، وكان صحيح المراه تنجم تعمل نزيف ولا لا؟ قداش اول علاقه تنجم تتسبب في وجاعه ولا بالعكس تكون فرصه للارتخاء والنشوه؟ راهي حاجه احنا اللي نتحكموا فيها. يقول قايل كيفاش؟ يعني كان يكون فما دو بون بريليمينير، بمعنى الكوبل غذا وقته قبل البينيتراسيون باش يستانسوا ببعضهم، باش رغبتهم في بعضهم لونفي تطلع كما يلزم، غذا وقتهم باش المراه تكون ناتورالمون اي بيان لوبريفي، والراجل ياخذ وقته زاده باش يخليها تخلط الارتخاء الكامل. الغابور يكون ما غير وجيعه وفيه فقط ان ليجي ان كونفور وقت الديشيرور اللي تصير في غشاء البكاره. الخلاصه نتاع كلامي انه كيفاش يصير اول غابور، قداش الكوبل ياخذ وقته باش يخلط للرغبه والاسترخاء، والراجل يكون سيس ينجم يخلي اول علاقه للمراه ما غير وجاعه، وبالعكس فرصه للمتعه والتقريب بين الكوبل. السؤال الثاني، ينجم يصير نزيف مع المراه في اول علاقه لها ولا لا؟ مرأة على زوز باش يهبط معها شويه دم في اول علاقه لها، وهذه فرصه باش نذكر انه مرأة من كل ثلاثه تنجم ما تهبط معها حتى قطره دم حتى كان المرأة هذيك ما عملتش حتى علاقه قبل في حياتها. الحالات اللي يصير فيهم نزيف نجم نقولوا عليها اقل من نادره، ويظهروا وقت المراه يكون عندها مشكل في تخثر الدم كيما ليموفيلي، ما عمره ما يكون نزيف كبير والا ينجم يمثل خطر على حياتها. العادي قطره دم تهبط لمده ساعات قليله وبعد يكفوا حسب طبيعه غشاء البكاره نتاعها. كان الكميه كانت كبيره والا قعدت الوقت طويل، وقتها نجموا نكلموا طبيب النساء نتاعنا لو ميدسان جينيكولوج وهو يقول لنا شنو لازمنا نعملوا. كان عندكم اسئله اخرين تنجموا تسالوهم على منصه السلامه ويجاوبوكم قابلات وطب النساء، نشجعكم باش تدخلوا عليها وتلقاو حتى اسئله تسالوا من نساء اخرين ومجاوبين عليهم، وربي يحفظكم الناس الكل.